عندي جملة توضيحات عديدة جدا. تفضل. أولا نحن ندعم وساعة مانيش ناطق رسمي باسم الحكومة، إنما أنا مستشار إعلامي للسيد رئيس الحكومة. المستشار الإعلامي سي عبد السلام الزبيدي، المستشار الإعلامي للوزارة الأولى. مرحبا. عندي جملة بتاع ملاحظات وتوضيحات. نعم. أولا أنه توجد جمعية اسمها جمعية ناس الخير، هي من طلبت ترخيص لحملة لدعم الأمنيين وشهداء وعائلة الجرحى والأمن والعسكريين. نعم. من حيث المبدأ لا يوجد شخص في تونس يرفض أن يساعد التونسي مهما كان هذا التونسي، كان عون أمن أو كان عون ديوانة أو غيره. أولا. واضح. ثانيا أنه المطلب الذي وجهته جمعية ناس الخير تم يوم الجمعة على الساعة 7 مساء بالضبط، والفاكس يعني بالتوقيت نتاعو مثبت وموجود عندكم وموجود عندنا، وليس يوم يعني البارح مع 7 متاع العشية. وسيادتك تعرف والتونسيين الكل يعرفوا اللي ثم اجراءات قانونيه لابد من اتخاذها. ففتح حساب جاري بالنسبه للمساعدات مش الطرف اللي باش يعمل يمشي يفتح فقط، هناك اذن من وزاره الماليه لمتابعه هذه الاموال. فهناك مسائل اجرائيه عديده لابد من اتخاذها لتنظيم حمله سواء تبرعات للامنيين او المواطنين العاديين او غيرها. سي عبد السلام. نعم. هذه كل احنا متفقين فيه، واحنا قلنا وقت اللي جاء القرار قلنا احنا كاداره قناه نسمه. لا احنا ما يصيرش تكلمتوا برشا. لا مش تكلموا برشا، خليني نقول لك عاد. لا سامحني، كان نقعدوا في هذه التبريرات ماناش باش نقدموا على مساله ايرجونت اللي هي المعاونه الرمزيه والدفاع عن. لا تكلمت كثير يا سي المسعودي، خلينا نتكلم شوي. انا دوري، انا شغلي انا هذايا. لا ما يسالش، خلينا نتكلم شوي. تفضل باختزال شديد الله يخليك. لا عاد عندكم ساعاتكم تتكلموا فيها باش تنوضحوا للراي العام لمدة دقائق. من فضلك. تفضل. وقلنا في المراسلة اللي وجهنا لناس الخير وليس لنسمة، للرأي العام نقول أن المراسلة لا تخص نسمة، لا تخص قناة تلفزيونية، إنما جمعية خاضعة إلى قانون الجمعيات أنها تطلب طلب مع 7 متاع العشية نهار الجمعة، تحب نهار السبت تعمل، وهذا ما هوش معقول. وسامحني لا أكمل سامحني. وقلنا في المراسلة اللي أمضاها السيد رئيس الحكومة لا يوجد عبارة رفض، وقال في ضوء هذه المعطيات، اي المعطيات القانونيه اللي تم التذكير بها بالتفصيل، انه واحد يجي نهار الجمعه في الليل يحب السبت في الصباح ياخذ نهار جور فيريي. قلنا وفي ضوء هذه المعطيات تتعذر الاستجابه لطلبكم حاليا، اي انه تجيني قبل 4 ساعات تحب تاخذ رخصه نتاع تيليتون، هذا في كل انحاء العالم غير موجود. ثم انه لو كان تو من قبل نسمع في الساده يتحدثوا مساعده الامنيين وغيره، كنت نتمنى اللي يتحدثوا القرارات غير المسبوقه تاريخيا في تونس، انه رجوع لشهداء الامن والجرحى نتاعو من يوم 28 فبراير 2011 واعتبارهم شهداء، وانه كل شخص ياخذ 40,000 دينار من الشهداء وهذا قليل عليهم، وكل شخص من الامنيين والعسكريين الشهداء ياخذ مسكن اذا كان ما عندوش مسكن وبطاقه تنقل واعتباره قيمه اعتباريه ورمزيه وغيرها من الاجراءات العديده. فالمساله لا تتعلق بانه باش نساعدوهم ولا ما نساعدوهاش، انما هل نحترم القانون ولا؟ ومؤسسه محترمه كيف نسمه اذا كان باش تعمل تيليتون تحضر له جمعه كامله، ما تجيش تبعث عبر جمعيه قبل ليله او نصف ليله او ربع ليله تقول سوي لي الوضعيات الكل. نعم كملت. والله ما زال عندي برشا ما نحكي، لانه اللي قاعد نشوف فيه الان في نسمه هو تشييش، وهذا ما هوش معقول، لانه مساعده الامنيين والعسكريين هذا واجب على كل تونسي، وتحويل الى محاكمه شخصيه للسيد رئيس الحكومه هذا ما هوش معقول. نقولوا نحن امتثلوا للقانون مثل كل المؤسسات سواء كانت جمعيه خيريه او قناه، ومرحبا وسنكون من اول الداعمين. واضح. احنا على كل حال احنا سي عبد السلام احنا وقفنا رانا البرنامج تيلي توقفناه راهو. لا استجابه سامحني عاد نتكلم ونتكلم انا توقف وكانه اصبحنا محاكمه سياسيه لرئيس الحكومه. سامحني دون ان تاخذ اي المعطيات ودون ان تتصلوا بنا للتوضيح. هذا دورك. وانما الراي العام باش يعرف اللي انا اتصلت مش انتم اللي اتصلتوا بي، انا اللي اتصلت. ولم تتصلوا بنا لاتخاذ، ونعاود نقول الراي العام راي ما هيش نسمه اللي طلبت منا. سيدي عبد السلام من فضلك. لا احنا باش نقول معلومه اخرى على السيد وزير الداخليه. لما التقى امس السيد نبيل القروي
السيد وزير الداخليه ليست من صلاحيات السيد وزير الداخليه ولا السيد نبيل القروي ان يعطي ترخيص للتريطا او يعطي ترخيص للجمعيه، وكل ما قاله وزير الداخليه انه يدعم اي مجهود وطني من اجل معناتها تضامني، لكن لم يقل له ساسمح لك، لانه نعرف السيد وزير الداخليه قاضي فاضل ولا يسمح لنفسه بان يتجاوز القانون. على كل حال، شوف، على كل حال سي عبد السلام الزبيدي هذا الموضوع سيقع التداول فيه وتو نوروا احنا بالبراهين والادله على لا مش بالبراهين اللي انتم نسبه بعثتوا، سامحني، نسبه بعثتوا اللي تحبوا تعملوا تيليطا وتعرف لا قانون اللي الرخصه اللي ماخذ بها نسمك ولا شروطها ولا غيرها تسمح لها بتيليطا، والله ولا المراسله موجوده من يوم 30/10. شوف سي عبد السلام، انا باش نقول لك حاجه شخصيه تخصني انا عبد الحليم المسعودي، مرحبا، متعلقه بي، باش نقولها لك انت كمواطن وانا كمواطن. مع حفظ الالقاب، انا اول ما بدات الحصه كنت نفكر ونقول لو جت جمعيه اخرى اللي هي جمعيه ناس الخير اللي قدمت الواحد، لو جت جمعيه اخرى من جمعيه خيريه عندها ربما ارتباط ايديولوجي او سياسي، كان باش يكون معاها التعامل بهذه الطريقه. على كل حال سنعود، خليني نعطي جمعيه في العالم تحترم نفسها تبعث مع السبعه نتاع العشيه تحب تاخذ ترخيص نتاع مساله وطنيه هامه، اذا كان تحبوا تساعدوا الامنيين ساعدوهم في اطار القانون وفي اطار ما يسمح به وفي اطار الضوابط. سيد الكريم، ما سماش جمعيه فوق القانون، وهذا الغمز واللمز بالطريقه الايديولوجيه دليل على التجيش وليس دليل على انكم تحبوا تعاونوا الامنيين. فربما يلزمك تراجع على المساله هذه، لان نحن مانيش قاعدين نجيشوا في الناس، احنا قاعدين نخدموا في المواطن التونسي ونستجيب الى رغبات التونسيين والى جمهور القانون. لو امتثلتم للقانون فما واحد حد ياخذ رخصه في نهار جور فيريي، سنة واحد ياخذ رخصة في نهار جور ما تمش خدمة. السبعة نتاع العشية تبعث، وعلى فكرة ماهيش نسبة بعثت، جمعية ناس الخير ماهيش نسبة. جمعية ناس الخير مع التعاون مع نسمة. تفضل سي عبد. التعاون لا، في المراسلة غير موجودة، ونقول لك انه على الساعة 7 مساء يا مواطن يا تونسي ناس يحضروا في تيليطا ويبعثوا رخصة نتاع ترخيص، طلب نتاع ترخيص يوم الجمعة على الساعة 7 مساء و20 دقيقة. شوف الطلب مشى نهار الأربعاء، الطلب الطلب كان طلب. تفضل، عندنا كل شيء موثق يا سي عبد السلام. تفضل سي. لا نحب نقول من فضلك ما با لا بارول، عندنا ناس ضيوف لازم يتكلموا. لا مش صحيح، الطلب كان لشراء دروع وورقيات وليس طلب لمساعدة الأمنيين، والطلب لمساعدة الأمنيين من شهداء وجرحى تم البارح في الليل، فتحكي على موضوعين مختلفين. سيادتك تحكي على موضوعين مختلفين. واضح سي عبد السلام. مين العملة دي باعتكم؟ مين العالشعب محرككم؟ عم تبيعوا بدم الناس بعدين واخرها معكم يا